السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناه خديجه طوب شانيل. هذه البنات هي اسرع حريره يمكن لك توجديها في حياتك، والد حريره طبعا، لانها الحمص ديالها دغيا كنوجدوه في حاله الا نسيتيه ما فزقتيش وبغيتي تصوبي الحريره فرمشه العين كتوجديه وكتصوبيه نزولا عند طلب بعض المتتبعين الحريره السريعه او لا اكسبريس. تابعي معايا الفيديو لانها كتجي رائعه وما مخصوصه من حتى شي حاجه، والحمص مفزق ومرطب على حقه وطريقه. تشوفوا الطريقه اللي كندير ليه، تابعوا معايا الفيديو. البنات لهاد الحريره باش غادي نسرعوها دغيا غادي طيب لينا. اول شيء البنات غادي ناخذوا الحمص، هانتوما تشوفوا القياس اللي غيكفيك للعائله ديالك، وغادي ناخذوا واحد الترموسه ها هي، وهنايا الحمص البنات غادي نمشي ندير ليه واحد التشليله ونرجع. بعد ما شللتو البنات هنا غادي ننزلو هنايا في الترموسه عفوا شويه، جوج حميمصات، وغادي ننزل عليهم شويه ديال الملحه. البنات الملحه راه ما كتشدش فيه، ممكن عوض الملحه ديروا الزيت. وغادي نضيف عليها البنات الماء مغلي، الماء طايب. ودائما البنات الحمص فاش غنديروه في الترموسه غادي نديروه بحساب ان الحمص راه غادي يتنفخ لينا. صافي البنات ما تعمروهاش بزاف، يعني القياس ديالكم هو اللي غادي ديروه وتخليو ليه فين غادي يتنفخ. صافي البنات هنا غادي نسد عليه. اول شيء اللي غادي ندير هو هذا، غادي نسد عليه وغادي نمشي نوجد القوام الاخر. هنا البنات بعد ما غسلت الكرافس والقزبر والمعدنوس غادي نجيبهم، غادي نقطعهم غير شويه لانني غادي نقطعهم اولا غادي نطحنهم في الكاس ديال العصير. هنا غادي نعاون غير الكاس باش يطحنوا ليا دغيا. هانتوما كيف ما تشوفوا غير هرستهم، يعني قطعتهم خفيف ونديرهم في الكاس ديال العصير. وهنا بطبيعه الحال هادشي اللي كنقضيوه الحمص راه هو كيتفزق لينا، كلشي كيوجد بسرعه وكينزل قد قد. هنايا الكاس البنات ديال العصير غادي ندير فيه شويه ديال الماء، الكاس الاول والكاس الثاني فين يدور الربيع ويتطحن. المهم غنطحنو باش ما نديرش لكم الضجيج ونطلق. بعد ما البنات طحن لينا دابا غادي نديرو في طنجره الضغط. هانتوما بسم الله، هانتوما تشوفوا بنفس الطريقه البنات غادي نمشي ناخذ واحد البصله وغادي نقيها وغادي نطحنها مع كاس ديال الماء ونطلقها. بالنسبه للبصله البنات هنا متوفره عندي البصله الخضاريه، غادي نديرها مع كاس الماء ونطحنها. علاش دويت لكم اللي عندها البصله المكركبه العاديه ممكن انكم تحكوها ممكن انكم تطحنوها. المهم هذه البنات هنا غادي نطحنها في الخلاط ديال العصير. بعد ما طحنا البصله البنات هانتوما ها هي ولات هي فحال الماء. المهم طحونه مزيان، اللي بغى يحكها كيحك، يعني كيبقى حسب الذوق. هنا دابا البنات غادي نمشي نغسل المطيشه ونطلقها. هنا البنات لقيت في المارشي هاد مطيشه الصغيره الحمراء، يمكن لكم ديروا الكبيره، المهم من الافضل كتختاروا تكون شي مطيشه اللي تكون حمراء وطيبه. هنايا غادي نجيب الكاس، يعني ما غسلتوش لان فيه غير البصله والربيع راكم عارفين. وبنفس الطريقه غادي نطحن وغادي نضيف ليها واحد نص كاس ديال الماء باش غادي تطحن ليا هاد مطيشه ونطلق. هنا البنات بعد ما طحنت مطيشه غادي نجيب ليها المصفات باش الا بقات شي زريعه اولا شي قشره غليظه غادي نحيدها، ولا بغيتو تسلقوها راكم تسلقوها ماشي مشكل. المهم هاد الطريقه راها سريعه، يعني الحمص كيترقد وانت راكي كتوجدي هادو وتنقي العدس وخلاص. كاينين شي اخوات اللي راهما كيكونوا مفازقين العدس ديجا، المهم كل وحده والطريقه ديالها. انا كنفضل انني يكون عندي العدس ديك الساعه جديد والربيع جديد. المهم هادشي اللي كاين وصافي. صافي هنا البنات غادي نصفيها باش ما نطولش عليكم الفيديو ونطلق.
هانتوما البنات بعد ما تصفات المطيشه فقط كيبقاو غير هذوك القشور والحبيبات اللي كيكونوا صافي، اولا ممكن طحنوها كاع ودوزوها في الطحانه ديال المطيشه اليدويه. هنا دابا البنات غادي نمشي نقي العدس ونرميه ونديرو التوابل. هنا البنات بعد ما نقينا العدس ديالنا وغسلناه صافي كننزلو هنايا. هنا ما بقى لينا الا التوابل البنات والحمص. دابا الحمص راه صافي غادي يكون فزاك، يعني جا داكشي مخير. انا غادي نوريه لكم مني غادي نحل الترموسه ان شاء الله. في هذه المرحله البنات علاش وقفت معكم في هذه المحطه، هنايا ممكن انكم ديروا اللحم. كاين اللي كيدير اللحم مقطع، كاين اللي كيبغي يبنن بالعظيمات اللي كيكونوا فيهم واحد الكريوجات، كل واحد وشنو كيبغي يدير. انا غادي نخليها عاديه لان راجلي فيجيتاريان، بغيتو يعني ياكلها خاصني ما نديرش اللحم. ولا بغيتو ديروا مثلا الكفته يعني حتى الاخر حتى كطيب وكديروا دوائر ديال الكفته. المهم البنات غنمشي ندير القوام ونطلقوا ونشوفوا الحمص. هنا البنات اول شيء غادي نبداو به هو الابزار. هنا البنات عندي الابزار، ونصيحه ليكم اللي تعلمتها واللي استفدت منها من التجارب، البزار ما كنكثروش بزاف في الحريره ماشي بحال الكسكسو، لان البزار في الحريره كيعطي دغيا الحروره. هنا يعني درت غير شويه ديال الابزار، وهنا تقريبا ملعقه ما كاملاش ديال السكينجبير صغيره، كندوي على صغيره. هنا ملعقه تاهي غير ممتلئه ديال الفلفله حمراء. المهم البنات انا كنعطيكم يعني حسب ملعقه ديال الشاي. هنا ملح الطعام حسب الذوق، وهنا يا اما عويد ديال القرفه يا اما راس المعلقه ديال القرفه. وهنا البنات اللي كيبغيو يديروا السمن في الحريره كنديروا فيها شويه ديال السمن من دابا، واللي بغات تخليه حتى الاخر تخليه، غير كنديروه من دابا. منها كيطيب لينا دغيا، كتعرفوا الزبده والدهون كيطيبوا دغيا. منها اللي ما كيبغيش الريحه مجهده ديال السمن. ما شاء الله راكم عارفين الحريره ملي كتكون كطيب راه المذاق ديالها كيجي واعر، وخصوصا الا كان فيه السمن. المهم البنات دابا ما بقى ليا الا غادي نضيف الحمص ان شاء الله. غنحيد التوابل من حدايا وغنحل الترموسه. البنات فاش كنحول التوابل نسيت الخرقوم، لقيته محطوط حدايا ونسيتو ما ضفتوش حتى هو معلقه مع عمراش ديال الشاي ديال الخرقوم البلدي. هنا البنات غادي نحلو الترموسه لان درنا فيها المطيب والترموسه كتزمط، ودرنا فيها شويه ديال الملحه، وكانوا متاكدين البنات راه الملحه ما كتدخلش لكم في الحمص. بسم الله شوفوا تبارك الله. نحاول نزلو كله. بطبيعه الحال دائما البنات كونوا غاسلينه في الاول باش مباشره كترميوه. هانتوما تشوفوا البنات كيفاش تفسخ، عفوا طاحت ليا. هانتوما ما شاء الله. هنا البنات انا كنفضل انني نديرو بالقشور ديالو، اللي بغات ديك الساعه تفسخو راه كيتفسخ بسهوله كيف ما وريتكم البنات. هانتوما غير بيدي اليسريه وصافي. غادي ننزلو دابا في الطنجره الضغط حتى هو، واللي بغات دير الحيمات دابا ديرهم. هنا غادي نزيد الماء الكافي واحد شويه اللي غادي يطيب ليا هذا الحمص، يعني كيبقى لكم الذوق والاختيار. غادي نزيد شويه ديال الماء وغادي نسد عليها تصفر، ومباشره غادي ندوز نخلط الدقيق اللي غندور به الحريره. هانتوما الكوكوط راه الا درتو فيها كنتو موجدين الماء مغلي طايب راه دغيا كتصفر. هانتوما عندي راه دغيا كتصفر. هنا خديت واحد كاس ديال العنبه ديال الدقيق الابيض، غادي نضيف عليه الماء وغادي نخلط حتى غادي نكون واحد العجين اللي خفيف على البغرير. وهنا البنات كيف ما كتشوفوا هنايا الشعريه، يعني واحد حفينه ديال الشعريه. هنا البنات القياس ديال الفرص يعني على حسابكم، يعني واش كتبغيوها ثقيله او لا مطلوقه. كنعتذر على هذا الصوت ديال الصفاره. بالنسبه لي انا كنحاول نديرها خفيفه شويه باش حتى الا باتت، وغالبا انا كتبات يعني ما كتكملش كلها، لان يعني راكم عارفين الوليدات الصغار ما كيشربوش بزاف الحريره. يعني باش الا بقات الغدايه كتبقى مزيانه، ماشي كتولي اللي كتبقى يعني كيكون كثر ليها العجينه الصباح كتولي ليه خاطره بزاف. لا انا كندير فيها غير القياس يعني الشوربه صافي. هنايا كنوجد الدقيق ديالي مخلط مخير، ها هو
غنخليه على جنب بين ما طابت. وها هي تبارك الله راها بدات كتصفر. ان شاء الله فاش غادي طيب غادي نتلاقاو. نتوما البنات بعد ما حليت على الحريره هانتوما ما شاء الله كيفاش دايره. غادي ننزل الدقيق اللي حنا خلطنا وغادي ندورو بسرعه باش ما ينزلش للقاع بزاف، وغادي نبقى كنحرك فيه هكا مزيان وانا كندور. غادي يوصل لمرحله الغليان مباشره غادي نرمي عليه الشعريه. ما توقفوش البنات حتى يغلى لكم الدقيق. ملي غتحسوا به انه غلا عاد غادي نتوقفوا توليو مره كتحركوا باش ما يتعجنش وما ينزلش لتحت، باش يبقى لينا غير الحمص والشعريه والعدس، يعني ما يكون لينا لا عجينه لا حتى شي حاجه. ساهله ودغيا كتوجد البنات، كتجي زوينه ورائعه. نتوما البنات كلشي كيطلع الحمص وكلشي كينسجم وكياخذ كلشي المذاق ديال الحريره. المهم البنات بين ما غلا ليا الدقيق ان شاء الله غادي نتلاقاو باش تضيفوا الشعريه حتى هي. هانتوما هنا البنات بعد ما غلات لينا الحريره بعد ما ضفنا ليها الفورص غادي نضيفوا واحد شويه اختياري ديال الشعريه وتا هي غادي نحركوها باش ما تعجنش وتنزل لينا للقاع وتعجن. وهنايا البنات اللي بغات تضيف مطيشه ديال الحك راها كتضيفها. هانتوما تبارك الله شوفوا الحمص كيفاش طايب وخفيف وما شاء الله حتى هو كيطلع الفوق. الصدقه يعني الصراحه حريره ممتازه زوينه، وتمنيت انكم تجربوها. وانا درت هذا الفيديو على حساب واحد الكومونتير كان جاني ديال حريره اكسبريس، وقلت علاش ما نشاركش معكم الطريقه ديالي. وكنبقاو كندوروا فيها هكا مره حتى كيطيب لينا الدقيق والشعريه. الشعريه البنات راها كتبان فاش كطيب، والدقيق ديالنا فاش كيطلع العجين في الجوانب كتبان لكم اللون الاحمر ماشي اللون الابيض. غنليكم على خير الى فيديو قادم.